في الاختبارات دي ايه اللي هيحصل، قد ايه الدنيا هتتغير معايا وهكون لاعب مقيد في النادي، وكمان الطموح هيكبر وهلعب دوري ممتاز، وكمان هوصل لمنتخب مصر. ودي كلها اهداف صغيره بحددها لنفسي عشان الهدف الكبير اللي هو ان اروح منتخب مصر او احترف بره مصر. والكلام ده كله وتحديد الاهداف دي بيخدم على رقم 2 اللي هو التصور العقلي. ايوه انت لازم تتخيل. كم واحد فينا تخيل ان هو حقق احلام كتير جدا واهداف كتير جدا؟ في خيالك بتحقق اهدافك ونجاحاتك اللي انت ما قدرتش تحققها في الواقع. طبعا انا كنت متصور ومتوقع ان ممكن الستاند يقع عشان فيه هوا كده، مش عارف انتوا حاسين بالهوا ده ولا لا، بس لازم اكون عامل حساب كل حاجه. حتى ردة فعلي كانت سريعه شويه زي ما انتوا شفتوا، فانا كنت متوقع كل حاجه، كنت متخيل اي حاجه. فانت فعلا انا دلوقتي ماسك الستاند بايدي، فانت لازم فعلا تكون متوقع ومتخيل اي حاجه ممكن تحصل لك، ولكن التخيل بتاعك لابد ان هو يكون على حسب قدراتك وامكانياتك.